لو انت ما بتحبش السمك فاحب اقول لك ان السمكه اللي انت شايفها في ايدي دلوقتي دي مش سمكه عاديه. احب اقول لك ان السمكه دي ليها وش تاني انت عمرك ما سمعت عنه قبل كده. ما سالتش نفسك ابو الاصدقاء قبل كده ايه اضرار السمك؟ اصل معلش من يوم ما اتولدنا واحنا طول عمرنا بنسمع عن فوائد السمك، بس انا عمري ما سمعت عن اضراره. زي اليومين دول دلوقتي السنه اللي فاتت نزل خبر في نيويورك بوست قلب الدنيا. واحده بنت من البرازيل اسمها مريم بتحكي قصه مريبه، بتقول ان كان عندها اخوها اسمه سيرجيو، وكانت بتقول ان سيرجيو اخوها ده كان بيعشق حاجه اسمها سمك. ولو مش متخيل الموضوع واصل لفين ابو الاصدقاء، مريم بتقول ان كان سيرجيو اخوها اللي بيحب يهديه كان يجيب له سمكه. المهم في يوم من الايام سيرجيو ده يجي له واحد صاحبه، وصاحبه ده عشان عارف كيف سيرجيو فجاب له سمكه، ومن كتر ما سيرجيو اتبسط دخل طبخ السمكه دي من غير ما ينضفها وكلها. ومن هنا بقى بدات تحصل حاجات غريبه. سيرجيو بعد ما كل السمكه دي ب 45 دقيقه بدا يحس ان بقه بينمل، فاتخض وجري على المستشفى، واول ما يوصل هناك يدخل في سكته قلبيه لمده 8 دقائق، وبعديها وبدقايق سيرجيو مات، عشان هناك يكتشفوا ان سيرجيو مات بسبب السمكه اللي كلها. بس هنا يجي السؤال، هو قال اكل السمك كتير ممكن يؤدي الى ان احنا نموت او يحصل لنا اي حاجه وحشه؟ وعشان بقى تعرف التفاصيل دي فهتلاقي الحلقه كامله في قناتي على يوتيوب، واصح مصدر الكلام اللي قلته في اول كومنت. وكالعاده ما تنساش تعمل شير.